السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو وصفه جديده، نوع حلو لذيذ جدا جدا. تقريبا يعني من كتر جماله هتدمنوه، هتعملوه كل شويه من كتر سهولته، من كتر ما هو المقادير بتاعته بسيطه ومش مكلفه خالص. اغلب الحاجات موجوده عندنا في البيت طبيعي. فالوصفه النهارده الصراحه جميله. هدخل معاكم على طول على المقادير، مش هطول عليكم. يلا نخش بسرعه كده في المقادير. اول حاجه عندي هنا تقريبا 3 كوبايات دقيق، ومخليه جنبي نص كوبايه احتياطي. طبعا لان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فعلشان انا اتفادى ان الوصفه ما تبصش مني، فبخلي جنبي جزء منه. تمام. عندي 5 كوبايات سكر، عندي نص كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه لبن دافي، ربع كوبايه زيت، عندي معلقتين كاكاو خام، عندي هنا باكو خميره، عندي باكو فانيليا، عندي بضايه. البضايه دي هنقسمها دلوقتي، البياض لوحديه والصفار لوحديه. يلا نخش بقى في المقادير من غير ما اطول عليكم. يلا نبدا. اول حاجه كده عندي هجيب البوله اللي هعجن فيها، هنزل فيها بنص كوبايه ميه دافيه. تمام. هنزل فيها بنص كوبايه اللبن الدافي، هنزل بربع كوبايه زيت، هنزل عندي باكو الخميره، هنزل عندي اللهم صل على النبي ب5 معالق السكر. هديها تقليبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى ان انا اقلب كده، هنزل اللي في الجناب، كل الخميره اللي جت على الجناب ديت هبدأ ان انا انزلها كده اهو، كده انزلها كده عشان كله يختلط مع بعضه. دلوقتي بقى هحط البدايه ازاي. هكسر البدايه. بصوا، انا هحاول ان انا افصل الصفار عن البياض كده اهو. تمام كده اهو. انا كده فصلت الصفار عن عن البياض. تمام. الصفار اهو فضل عندي لوحدي، هخليه على جنب لان انا هحتاجه دلوقتي. تمام. وهبدا بقى هبدا ان انا هحط الفانيليا علشان اضرب كل المكونات مع بعضيها دلوقتي. هنزل كده عندي بالفانيليا، مع ان عايزه اقول لكم هو اصلا بياض البيض ولا ليه ريحه ولا ليه زفاره ولا ليه طعم ولا ليه اي حاجه خالص، بس هحط الفانيليا برضو كزيادة التأكيد. هبدأ بقى ان انا هضرب كل المكونات مع بعضها بالشكل ده كده. بصوا عشان هو نطر مني خالص، هضربه كده وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد ما ضربته كويس خلاص اهو، وبقى جاهز معايا ان انا انزل بالدقيق. هنزل بقى بالدقيق واحده واحده كده، هنزل بشويه شويه لحد لما الاقي العجينه معايا بقت مظبوطه. هنزل شويه شويه. طبعا الدقيق ده انا نخلاه، هنزل تقريبا قد زي كوبايه كده، وهقلبها. بسم الله. ننزل كل المكونات اللي على الجناب كده، بحيث ان هي كل المكونات تتقلب كويس مع بعضها.
بالشكل ده كده اهو. كده انا بعد بقى ما قلبت الكوبايه اللي انا نزلت بيها، هنزل بيه كوبايه تانية، وهسيب الباقي لحد لما اقلب برضو الكميه ديت. هنزل بقى بباقي المكونات. هاخد كل اللي على المعلقه كمان كده، هبدا ان انا اقلب. بصوا بقى، بعد ما قلبت الكوبايه التالتة كمان، طبعا انا كده هحتاج دقيق تاني. بصوا لسه العجينه ما اتظبطتش، هروح نازله من نص الكوبايه اللي انا كنت شايله ايه على جنب، وهبدا ان انا اعجن. بصوا بقى دلوقتي العجينه اهي بقت جاهزه، بعد ما لقيتها نضفت لي البوله اللي كنت بعجن فيها، وما بقاش فيها اي عجين خالص. هقعد بقى شويه كده ايه اعجن فيها، مثلا زي 4 دقايق كده ولا 5 دقايق. هفضل ان انا اعجن فيها كده اهو. طبعا الرخامه نظيفه جدا، انا غسلها كويس علشان العجينه تبقى نظيفه. بعد ما هفضل اعجن فيها شويه كده اهو، هبدا ان انا بقى ايه اعمل ايه دلوقتي. هبدا ان انا اقسمها نصين متساويين. عشان ما تلزقش اهو بالشكل ده كده. هبدا بقى ان انا اعمل ايه دلوقتي. هبدا ان انا اقسمها نصين متساويين كده بالعين كده، يعني مش لازم بالميزان لان انا اصلا ما عنديش ميزان. هي كده اهي. استني يا مريم، ادي نص اهو، وادي النص التاني. تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي. هبدا ان انا احط في كل واحده فيهم مكعب زبده. بس قبل ما احط مكعب الزبده، انا هحط فيها ديت مكعب الزبده اهي، وهعجنها معاها. الاول هركن ديت على جنب كده، هعجن معاها مكعب الزبده. هو دخل كده جواها مكعب الزبده اهو. بصوا، هي اول ما حطيت فيها الزبده لقيتها كده كانها باظت كده العجينه مني، بس طبعا ايه فضلت اعجن فيها شويه والم في الزبده اللي انا حطيتها لها. بس هي بصوا رجعت نضفت الرخامه تاني اهي. بصوا، وبعدين ايه، بصوا بقت طريه خالص ازاي. بصوا بقت طريه، ولا بتلزق ولا بتطلع في ايدي ولا اي حاجه. تمام. هعمل نفس الحكايه بقى في الجزء التاني، بس قبل ما اعمل كل ده هحط عليها كاكاو الاول مع بعض. تمام. بصوا بقى، بعد ما قلبت العجينه اللي بالكاكاو بالمنظر ده كده اهي، برضو طريه قوي اهي. بصوا طريه وجميله جدا اهي ما شاء الله. وحطيت لها برضو مكعب زبده زي ما عملت مع اللي هي البيضه. دلوقتي هعمل ايه، هجيب رشه دقيق وهرشها كده في البوله اهو، وهحط عليها العجينه دي. تمام. هجيب عندي برضو العجينه التانية، برضو رشه دقيق كده في القعر، هروح نازله بالعجينه كده. بقى هعمل ايه، هسيب العجينتين يخمروا، هغطيهم. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني بعد ما العجينتين خمروا شويه. تمام. هعمل ايه بقى انا دلوقتي، هبدا ان انا اطلع العجين كده، اشيل دي، اطلع التانية كمان. تمام كده. هبدا بقى دلوقتي اعمل ايه، هبدا ان انا افرد العجينه.
هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدأ ان انا هاخدها كده وانزل بسرعة على التانية، على اللي هي اللي لونها ابيض. هبدأ بقى ان انا ايه شدها كده عشان ايه يبقوا نفس السوا. انك شايفاهم كده قد بعض اعمليهم اهو. طبعا انا عاملاها لكم بالتفصيل، مش راضيه اقطع حاجه من الفيديو، اوقف مثلا وافرد واعمل مش عارفه عشان انا عايزه اخد شوها بكل تركاتها. عندي بقى ايه شويه شوكليت زي كده اهو. ده بقى ان انا ايه كانوا يعني شوكولاته حلوه كده يعني مكسرين بالشكل ده. هبدا ان انا اوزعهم كده هنا اهو، مش على الطرف قوي، لا هسيب شويه، هسيب شويه من الطرف كده اهو. بصوا كده بقى ايه اتوزعت كده كويس. عندي شوكولاته سبريد، عندي نوع كده اسمه نيوتيلا اهي. بصوا نيوتيلا هي مصريه اهي 100%. هاخد منها بالمعلقه. انا عندي فكره حلوه قوي. انا عندي كيس عادي، كيس تلاجة عادي جدا، هحطها جواه، هحطها جوه كيس التلاجة عشان انا عاوزاها، لان انا طبعا مش عارفه افردها على ال على الشوكولاته اللي انا حطيتها دي. هبدا ان انا اعملها كده، هاخد شويه بس كده وهحطها ايه جوه كيس التلاجة بالشكل ده كده. دي فكره يعني، لو انت حابه ان انت تفرديها الاول قبل ما تحطي الشوكولاته الخام مفيش اي مشكله خالص على فكره. هقطع بقى الكيس كده اي قطعه مش مشكله. هبدا بقى ان انا انزل بيها كده اهو، كده اهو. المتبقيين مني يعني هحطهم بالشكل ده كده. بالنسبه بقى للحشو ده بيبقى ابداعك انت، عايزه تحطي اي حاجه حطي. وممكن على فكره ما اعملش في العجينه اي كاكاو خالص، واخليها كلها بيضه واحشيها جبنه مثلا، فكره برضه حلوه جدا اهي. هبدا بقى ان انا اقفل عليها بالشكل ده، بس قبل ما اقفلها كلها بقى هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. هقفلها كده اهو. هاجي بقى على الطرف بتاعها بالسكينه. بصوا بقى باينه لكم كده اهو، بالسكينه بقى هعمل كده اهو. هقطع بقى ايه زي شرايط كده بالشكل ده اهو اهو، بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هقطعها بقى كده اهي، هقطعها زي ايه شرايط كده اهو. اظن باينه لكم كده صح؟ اقول لكم العجينه ما شاء الله ما شاء الله طريه جدا سلسه جدا معايا. بصوا بقى دلوقتي هعمل ايه، هعملها هلفها كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. طبعا العجينه طول ما هي خمرانه معايا كويس ومرتاحه كويس عمرها ما هتتقطع، هتتلف معايا كويس جدا، مش هتتقطع منك خالص اهو. ماشي. هبدا بقى ان انا الف العجينه كده كده اهو، كده اهو اهي. شايفين بقت عامله ازاي اهي، بقت كده اهو اهي. تمام كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحطها في الصينيه، وهحطها في درجه حراره 180 على الرف المتوسط طبعا. وبعد كده هطلعها هوريها لكم بعد ما تطلع. بس اهم حاجه دلوقتي هدهنها ب بصفار البيضاء اللي احنا لسه مطلعينه وشويه حليب، وهحط عليها باكو خميره. انا اسفه قوي انا قلت لكم شويه خميره، لا طبعا مش خميره، هحط عليها باكو فانيليا عشان صفار البيض. بصوا بقى بعد ما حطيتها في الصينيه وحطيت لها ورقه زبده كده، هبدا بقى ان انا اجي بصفار البيضه اللي انا طلعته في الاول خالص، وحطيت عليه شويه حليب، وحطيت له باكو فانيليا، وهدهن كده علشان صفار البيضه هيخليها وشها يحمر بسرعه وما تنشفش مني. تمام. طبعا الفيديو للاخر لان كل لحظه في الفيديو فيها تركايه مهمه. كده انا دهنت اهو، هسيبها تخمر تاني
تمام. بعد ما دهنتها هسيبها تخمر تاني، تمام. وبعد ما تخمر تاني هطلعها بقى واحطها في الفرن. بصوا بقى اهي كده بعد ما خمرت. دلوقتي انا شغلت الفرن على درجة حرارة 180. هحطها في الرف الوسطاني وهطلعها لكم بقى واوريها لكم بعد ما جهزت. يلا بينا ندخلها الفرن. بصوا بقى الجمال ده بعد ما طلع من الفرن. بصوا بقت تحفة، والريحة مش قادرة اقول لكم. هعمل ايه بقى كده وهي لسه طالعه حالا من الفرن وسخنه؟ هجيب بقى ايه مكعب زبده بس كده مسيحاه على النار، وهبدا ان انا ادهن بيه كده اهو علشان تفضل محافظه على طراوتها اهي. سمنه بقى عايزين تحطوا ماشي، بق لبن كده سخن عندكم ماشي، المهم حاجه تحافظ لها على طراوتها اهو زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هغطيها حتى لو بغطا حله. بصوا هروح مغطيها بقى بغطا حله كده واسيبها ايه 5 دقايق كده او 10 دقايق على جنب، وبعد كده هوريها لكم بعد ما اطلعها علشان اقطعها قدامكم. بصوا بقى بعد ما هطلعها دلوقتي معاكم عايزه اقول لكم هي لسه سخنه اصلا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله، وطريه جدا جدا ما شاء الله تبارك الله يعني. بصوا حاجه كده وهم تحفه. بصوا اهي. يلا اجيب لها كده احطها عليه. بصوا وانا هقطعها بقى معاكم عشان تشوفوا من جوه هتبقى عامله ازاي. تحفه بسم الله. بصوا جميله قوي، وقعت منها حته صغيره ودقتها. بصوا بصوا هشه ازاي، بصوا سخنه جدا ازاي، شايفين الشوكولاته اللي جواها. بصوا بصوا واو واو بجد. بصوا بصوا عامله ازاي. بصوا بصوا وهم يا جماعه وهم. بصوا بصوا حلوه قوي. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، ولو عجبتكم متنسوش تقولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنتات، ولازم تجربوا الوصفه. متنسوش اللايك وتشتركوا في القناه اللي انتوا لسه مش مشتركين. ويلا مع السلامه.